ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عملت لكم الفايش الصعيدي بطريقة سهلة وبسيطة، من غير تعقيدات، من غير اي كلكعة. عملته لكم بطريقة هشة ومقرمش وجميل. يا رب يا رب يعجبكم. وانا عامله لكم الخميرة بتاعته في فيديو تاني، هسيب لكم اللينك في الفيديو ده عشان خاطر تمشوا ورا بعض كده، تعملوا الخميرة وتاني يوم تعملي الفايش الصعيدي بأسهل طرق، بأسهل طريقة. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وقناتي مش هتكبر غير بيكم. يا رب يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي. أسهل حاجة تتخيليها هي الفايش، مش مفهوش أي تعقيدات ولا تقلقي منه. حضري كيلو دقيق وتعالي بقى ابدأي معايا ونعمل الفايش الصعيدي بأسهل الطريقة. يلا بينا نبدأ. هنا معايا 2 كيلو دقيق. حاطة انا 2 كيلو دقيق، وحاطة نص سمسم، نص كوباية سمسم، معلش انا اسفة، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقة محلب وينسون، معلقتين محلب ومعلقة ينسون، ونص كوباية سكر، ومعلقة كركم. ماشي، احنا هنحط المواد الجافة دي، الملح، هحط معلقة الكركم، هحط نص كوباية السمسم. هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، وهحط معلقتين المحلب ومعلقة اليانسون والشمر. ادي الخميرة اللي احنا في الفيديو بتاعها، هحط لكم اللينك بتاعه. ادي الخميرة هنعملها تخمير لتاني مرة. حطيت نص كوباية السكر، وهزود نص كوباية دقيق عشان اتأكد منها للمرة التانية. برضو لازم اتأكد من الخميرة تاني عشان اتأكد من الخمر بتاعها والمجهود والسمنة وكل ده ما يطلعش على الارض. حطيت معلقة مليانة هرمية خميرة فورية، ومعلقة بيكنج باودر، وحطيت كوباية لبن، وهدوب كويس مع بعضه واسيبها برضو على جنب. هتشوفي دلوقتي الخمر بتاع الخميرة هيطلع، هيبان في الحز بتاع البلاستيك اهو زي ما انت شايفة. بصي انا فشيت الخمر، بس بصي الزيق كانت عالية خالص كده. ناجحة الخميرة، ناجحة. اشتغلي بقى وانتي ايه، مطمنة خالص، مطمنة على مقاديرك ومطمنة على ايه، على ان الخميرة مية مية، مش مفيهاش اي غلطة. هنا بقى اقلب كله مع بعضه، وهبدأ بقى ان انا اجيب لبن دافي، دافي زي دمعة العين، وابدأ بقى الم بيه العجينة، الم لغاية احتياج العجينة. هنا انا خد مني كوبايتين لبن، كوبايتين لبن. برضو الدقيق مش كله واحد، فانت حطي كوباية ونص، ونص الكوباية التانية حطيها تدريجيا. في دقيق تاني ياخد كوبايتين ونص. انت بقى ايه، عينك هي الميزان، عينك يا حبيبتي هي الميزان. اسهل طريقة للهايش من غير بقى كلكيع ولا تعقيدات، للشباب الصغير، البنات الحلوة الصغيرة اللي لسه داخلين المطبخ جديد، بأسهل الطريقة. يعني قومي اشتغلي واعملي وانتي مطمنة. تعملي النهاردة الخميرة وبكرة تبدأي تعجني. بس كده انا خليتها حاجة بتلزق، حاجة بسيطة. وابدأ احط السمنة. لكل كيلو دقيق كوباية سمنة، لكل كيلو، انا مش بزود عن كده. كل كيلو دقيق كوباية سمنة. نبدأ بقى نلم العجينة وهتلاقي الطبق ده بقى زي الشمعة. ليه؟ لان السمنة هتخلي العجينة ما تلزقش، وهتلملك العجينة كلها. المهم ان احنا نعجن لغاية ما زي ما انتوا شايفين كده العجينة عملت عرق جميلة حلوة ومش بتلزق في الايد. ادي العجينة بعد ما خمرت بقت حلوة خالص. ابدأ بقى ان انا ايه، اجهز اقرص. ادي الصاج، وادي اول تقريصة. في بقى في التقريص حد بيحب يعمل الفايش قصدي قرص، في حد تاني بيحب يعمل الفايش
مطول زي السندوتشات، في حد بيعمله مستطيل. فانا هعمل الثلاث اشكال، هعمل لكم الثلاث اشكال سهله خالص بسيطه، حسب انت بقى وتقطيعك. يعني في ناس تحب التقطيع ده، في ناس ما تعملوش كده خالص. في ناس من وهو صغير كده تقطعه قطع صغيره وتعمل كل واحده بوحدتها. هنا بقى انا هفرد وهرله كده زي العيش الفينو، اكني بعمل ساندوتش. ومش هبططه ليه؟ لانه هو هيفرش وهيخمر وهيعلى. هحطهم جنب بعض واحد ورا التاني، هيقفلوا على بعض. ادي اول واحد. تعوسي ايدك سمنة وانت شغالة، ايدك دايما عايصاها سمنة اهو. ادي التانية، ارله كده زي العيش الفينو، زي ما شفتوني وانا بعمل الرغيف الفينو، واقفل كويس واضغط على التقفيلة واحط التقفيلة من تحت عشان خاطر ايه اهو. ادي حبايب بعد ما خلص ده. هنا بقى هعمل الصاج التالت المستطيل. هما 3 سجان بس، هيعملوا كمية محترمة في الهيج لما بيتقطع شرايح ونبدأ ان احنا ننشفه. بيرمي كميات. يعني بصي هنا انا عاملاها مستطيلة كده. ده الشكل التالت. بصوا بعد ما خمر، بصي عالي ازاي، وعالي وطلع بره الصاج كمان. ده انا عاملاه ده المستطيل، ده السندوتشات قصدي. في بقى المدور والمستطيل، هوريكم كل حاجة وهي بتتقطع ازاي. انا بقطع وهو سخن، عشان كده هو فرفت معايا. لازم تستني عليه لغاية ما ينشف، لغاية ما يبرد. لو ما بردش لازم تستني لتاني يوم، ما تقطعهوش في نفس اليوم وتغلطي زيي. انا بقطعه وهو سخن، ما ينفعش، لازم تقطعيه لما يبرد. انا عشان بس اوريكم طريقة التقطيع، وانا شفت صاجين بس، عشان الباقي مش هقدر اعمله. هما الصاجين دول اللي نشفتهم عشان خاطر اوريكم كل الخطوات، فاستعجلت فقطعته. وهو حلو خالص، مش وحش، بس الافضل انك تقطعي تاني يوم مش في نفس اليوم. ده بقى كده. ده بقى بعد ما سويته ونشفته. بصوا القرمشة روعة. انا عايزة اسمعكم القرمشة، جميل فعلا يا جماعة، تحفة. جربوه مش هتندموا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. طعم خطير، طعم جميل، احسن بكتير من اللي بره. شكرا ليكم يا حبايبي.